كرة القدم لم تعد حكرا على الرجال في مدينة بسكرة المحافظة في ظل إصرار مجموعة من فتيات نادي مشعل الزيبان على رفع راية التحدي وممارسة رياضتهن المفضلة بل والتألق في الدوري الجزائري. هي فريق مشعل زيبان يعتبر من بين أهم 8 فرق أحسن فيها الجزائر. الحمد لله حققنا نتائج جيدة. الحمد لله عندنا في الأونترينير تاعنا ناصر مرغاد حقق نتائج ما شاء الله، يعني حتى الطاقم الإداري ما خلاناش محتاجين يعني أي شيء رغم الصعوبات التي واجهت الفريق في مشواره. فتيات نادي مشعل الزيبان عازمات على مواصلة رحلة التحدي وكسر القيود الاجتماعية من خلال أدائهن المتميز وخطفهن للأضواء في الدوري الجزائري الذي يضم فرقا نسائية عريقة، واستطعن في فترة سابقة الوصول إلى المربع الذهبي ضمن مسابقة كأس الجزائر. منذ تأسيس الفريق سنة 2010 وهو يحقق نتائج إيجابية. الحمد لله هذا الموسم الفريق راه ضمن البقاء بصفة رسمية في القسم الوطني الأول. لدينا أهداف يعني عديدة، من بين هذه الأهداف هو أن يصبح الفريق من بين أحسن الفرق. يعني الحمد لله يعني نتائج يعني راهي إيجابية. من بين النتائج اللي حققناها هذا الموسم يعني ضمان البقاء للموسم الثالث على التوالي. الموسم هذا احتلنا المرتبة الرابعة في البطولة، وهذا ما أهلنا إلى دورة اللقب. الحمد لله يعني طموحات تاع الفريق راهي تزيد تكبر. كل يعني من حقه هدف يعني تكون عندنا طموحات باش نزيدوا نحققوا أهداف أخرى. رحلة الألف ميل بدأتها فتيات مشعل الزيبان رفقة مسؤولي النادي منذ أول يوم قررنا فيه التحدي والظهور والدفاع عن صورة المرأة الرياضية، وما زال الدرب أمامهن طويلا يحذوه في إنجاز تاريخي يعكس تضحياتهن ويضمن البقاء والاستمرار في حمل المشعل.